السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم والشفاطات الاتحاد الاوروبي وخلايا التبريد والهيتر الكهرباء ال 3 كيلو لونوتك والفانات. معانا حضراتكم لوحتين التحكم خارجين شحن ان شاء الله. طبعا حضراتكم لوحات التحكم من تصنيع المؤسسة، جميع لوحات التحكم عليها ضمان وصيانة ومتابعة ما بعد البيع، كل ده حضراتكم مجانا. يوجد بفضل الله فريق عمل مخصص فقط للوحات التحكم والدفايات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك الموفرة في الغاز. معانا حضراتكم لوحتين تحكم خارجين شحن. اللوحة الاولى حضراتكم راكب على ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل 2 هيتر كهرباء 3 كيلو ليونوتك، وتشغيل شفاط 60 اتحاد اوروبي، وتشغيل 2 شفاط 80 اتحاد اوروبي، وتشغيل خلايا التبريد. وتايمر حضراتكم ليه شغال الشفاط رقم 1 اللي هو 60 الاتحاد الاوروبي. يعني الشفاط رقم 1 60 الاتحاد الاوروبي بياخد امرين، الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. وتايمر ثاني حضراتكم شغال للفانات، ولمبه لقراءه الفولت، وطبعا مفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله. هنشوف طبعا حضراتكم اللوحه من الداخل. طبعا حضراتكم الهيتر الكهرباء ال 3 كيلو لونوتك بيسحب 15 امبير، فلازم نكون عاملين حسابنا ان احنا نركب السلك المناسب والكوندكتور المناسب اللي يقدر يستحمل معانا 2 هيتر، لان حضراتكم الهيتر الكهرباء ال 3 كيلو لونوتك زي ما وضحت لحضراتكم بيسحب 15 امبير. فطبعا ركبنا هنا كوندكتور 40 امبير، يعني الاثنين هيتر يسحبوا 30 امبير، فركبنا كوندكتور 40 امبير يبقى معانا بزياده، وركبنا كمان سلك 6 مللي سويدي اصلي يستحمل معانا. كوندكتور حضراتكم ليه 2 هيتر كهرباء 3 كيلو ليونوتك، وكوندكتور ثاني 12 امبير للشفاط 60 اتحاد اوروبي، وكوندكتور ثالث 12 امبير لاثنين شفاط ال 80 الاتحاد الاوروبي، وكوندكتور رابع لخلايا التبريد، وكوندكتور خامس للفانات. وطبعا حضراتكم المفتاح الثنائي العمومي لدخول الكهرباء. وهنا ده واضح امام حضراتكم طريقه التوصيل بتكون سهله جدا. اول حاجه من على اليمين توصيل الاثنين هيتر الكهرباء 3 كيلو ليونوتك، شفاط رقم 1 وشفاط رقم 2، وتوصيل خلايا التبريد والفانات. وهنا طبعا حضراتكم بعد ما طولنا الحساس زي ما وضحت لحضراتكم بننصح دايما بالحساس الكوري الستانلس زي ما واضح امام حضراتكم، بيكون دقيق جدا في درجات الحراره. خارج مع اللوحه حضراتكم شحن ان شاء الله شفاط 60 اتحاد اوروبي، و2 شفاط 80 اتحاد اوروبي، وطبعا 6 فانه المقاس ال 20 في 20. وطبعا حضراتكم خارج كمان 2 خلايا تبريد مع اللوحه والشفاطات. خلايا التبريد ارتفاع 1.5 متر، عرض 2 متر. وطبعا هنا حضراتكم ده الغاطس ال 300 واط، لكل خليه ليها غاطس. وطبعا هنا حضراتكم ده الاثنين هيتر الكهرباء ال 3 كيلو اليونوتك. كل دول حضراتكم خارجين شحن ان شاء الله للمنيا ملاوي. اللوحه الثانيه حضراتكم برده راكب على ترموستات فوكس 2001 اف كوري. بفضل الله شغلنا كله كوري، بننصح دايما بالشغل الكوري لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره، ولمبه لقراءه الفولت، وتايمر شغال على نفس الشفاط رقم 1 للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم زي ما حضرتك عايز. يعني اللوحه دي طبعا سعرها بيختلف عن اللوحه دي تماما، لان طبعا دي بتكون تايمر واحد مش 2 تايمر كمان. هنا شغاله شفاط واحد، هنا مشغله معانا 2 شفاط. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. يوجد بفضل الله جميع مستلزمات عنابر الدواجن. عنوان المؤسسه في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه اموالك بتظهر لحضرتك على طول، وهي بتشحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.